أطول رجل في العالم هو روبرت ويدلو، وطوله 2 متر 71، واللي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. طب هل في حد أطول منه كان موجود قبل كده؟ الإجابة أيوة. زمان البحارة الأسبان سنة 1673 كانوا مسافرين لشواطئ باتاجونيا، وهناك لقوا عملاق طوله 3 متر ونص وعنده راسين، ولقوه حي وأثروه لحد ما في مرة حاول يهرب فاضطروا انهم يقتلوه. وفي واحد من البحارة قال ان المنظر بهره لما لقوا العملاق وقدروا انهم يقبضوا عليه وهو على قيد الحياة. والغريب انه كان بيفهم لغة الاشارة، ولغته ما كانتش مفهومة ابدا، وكأنه كان من عالم تاني غير عالمنا. في واحد كان عاوز يشتريه من البحارة الاسبان لكنهم مرضيوش، وفضلوا أسرينه لمدة 2 سنين لحد ما حاول يهرب وقتلوه. قبل ما يتقتل وهو بيقدموا ليه الأكل لاحظوا البحارة إن في راس باين عليها الراحة وفي راس تانية فضلت تقول كلام مش مفهوم وباين عليها إنها متضايقة. والغريب إن إيدين العملاق كانت بتطعم الراسين في نفس الوقت رغم إن جسمه واحد، وفي بعض الأحيان كان بيكتفي راس واحد بشرب المية والراس التانية ياكل الأكل، وكان دايما بيبص ناحية البحر وباين عليه علامات الحزن. بعد ما اتقتل اتطلب من طبيب بيعرف في علم التحنيط عشان يحنطوا جثته، وده بعد ما باعوه للراجل اللي عرض الفلوس عشان يشتريه، وهو اللي طلب يتحنط بدل ما يخسر فلوسه، وكمان لحد ما يسافر انجلترا بيه. فضل يتباع من شخص للتاني لحد ما اتباع لواحد اسمه اللورد توماس هوارد سنة 1959. الملك الأخير لجثة العملاق قال إن هو أصلا لقوه على الشاطئ مع رمح ضخم داخل جسمه، وإن المخلوق اتحنط عن طريق السكان المحليين في باراجواي ومش في باتاجونيا زي ما اتقال، لحد ما لقاه كابتن إنجليزي اسمه جورج بيكل وأخد رفاته ونقلها لإنجلترا لمتحف في بلاك بول، وفي النهاية اتنقل تاني للأمريكتين وراح للمالك بتاعه الأخير اللي حطه في صندوق زجاجي وعرضه للناس علشان يتفرجوا عليه.